بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة. طالعين بعد شهر من الغياب، طالعين عشان نعلق على ماتش الأهلي وسيراميكا كليوباترا. بصراحة يا جماعة أنا ما كانش ليا نفس خالص إن أنا أطلع وأعلق على أي ماتشات من الدوري المصري بعد اللي إحنا شفناه في كأس العالم، وبعد الجمال والمتعة والروعة اللي إحنا شفناها في كأس العالم في قطر، وبعد التنظيم الخرافي من قطر، وبعد ما فرحتنا المغرب برابع كأس العالم. أصبح دلوقتي بعد انتهاء كأس العالم ما قدامناش غير إن إحنا نتفرج على الدوري المصري، نحاول نستمتع بالماتشات. بس بصراحة الدوري المصري يعني طول الوقت يعني بيقدم لنا وجبة ما لهاش أي لازمة في الكون. بصراحة يا جماعة الدوري المصري ما بيحققش أي معايير تُذكر، لا إثارة ولا متعة ولا فنيات ولا. الموضوع مقتصر على إن فرقة بتهاجم وفرقة بتدافع، فرقة واقفة في منطقتها 10 لعيبة في المنطقة والفرقة التانية بتحاول وعلى كده. بصراحة يا جماعة أنا بس عشان ما أخرجش برّه الإطار، أنا باتكلم النهارده على ماتش الأهلي وسيراميكا، وزي ما كلنا شُفنا وزي ما حضراتكم شُفتم يعني ما شاء الله يعني ماتش زي الزفت. الأهلي عنده عُقم هجومي واضح، وما أعرفش يا جماعة ده جاي منين. مهاجمين الأهلي كلّهم بلا استثنا في حاجة غلط في المهاجمين، ما أعرفش ده عيب مين والّا مين المقصّر. بصراحة يا جماعة الماتش النهارده كان مستفز لأبعد الحدود، والأهلي أصلًا بقى له ماتشين كده أو 3 ماتشات مستفز لأبعد الحدود. مش عارف يا جماعة إيه اللي حصل أو إيه اللي جرى. يعني دايمًا أنا عارف إن ماتشات سيراميكا كليوباترا بتبقى ماتشات تنافسية، وخصوصًا إن معاهم مدرب قدير زي أحمد سامي. وبصراحة مش عارف واحد زي أحمد سامي ده إحنا ليه ما نفكّرش فيه. واحد زي أحمد سامي ده بقى له 4، 5 سنين مستوى ثابت، بقى له 4، 5 سنين بيقدّم كورة مع كل الأندية اللي شغال فيها. إنما الأهلي مش عارف. فكّر في الناس دي يا جماعة. إحنا جرّبنا 1 و2 و3، فكّر بقى في الناس دي. جرّب بقى الناس دي، ما أنت عمّال تجرّب كولر ما هوش نافع، سواريش ما هوش نافع. جرّب بقى واحد زي أحمد سامي، واحد زي عماد النحاس، واحد زي الناس دي يا جماعة نجرّبهم كده في الأهلي نشوف هيعمل فيهم إيه بعد التجارب اللي إحنا شايفينها دي يا جماعة. والله العظيم مش عارف والله. طبعًا الماتش النهارده لا يحقق أي طموحات أي أهلاوي بصراحة، العكس من كده تمامًا. على سبيل الأفراد داخل الملعب، يعني مش عارف أقول إيه والله. يعني يمكن مستوى متدني من بعض اللاعبين. محمد مجدي قفشة يا جماعة، أنا مش عارف محمد مجدي قفشة إيه اللي بيقدّمه في الملعب، إيه اللي بيضيفه للنادي الأهلي. مش عارف ليه هو مُصِر ينزّل محمد مجدي قفشة. وبعدين النهارده ألاقيه مطلّع حسين الشحات ومنزّل لي محمد فخري. عمل إيه قبل كده عشان يلعب في الأهلي؟ أنا مش فاهم يعني. مش فاهم والله. التغييرات غريبة بصراحة والله. باطلّع برونو اللي هو طبعًا مستواه زي الزفت، بيقدّم مستواه زي الزفت يعني. ما فيش أي حاجة، مش شايف حاجة من برونو خالص يعني. يمكن حسين الشحات شوية كويس النهارده، فؤاد لمّا نزل شوية كويس، بيحاول، بيجري. مش عارف يا جماعة والله، مش عارف إيه الغلط، إيه الغلط بصراحة. أليو ديانج مالي نُص الملعب، علي معلول بيحاول كل لحظة. مش عارف يا جماعة والله. مش عارف إيه الغلط والّا إيه اللي في النادي الأهلي بصراحة يعني. بصراحة الواحد قرف والله، قرف والله العظيم من الفرجة على الماتشات، وقرف من الفرجة على الأهلي، وقرف من الفرجة على الزمالك، وقرف من كل الماتشات والله العظيم. يعني ماتشات يا جماعة بعد إذنكم ممكن نلغي الدوري المصري ده ونعمله كل 4، 5، 6 سنين كده مرّة وما فيش مشكلة خالص والله. والله العظيم ما في فرق والله. يعني مش عارف والله حاجة. مش عارف والله أقول إيه بصراحة. يعني بعد ما الواحد متّع عينه بقى بكأس العالم والحلويات والحاجات والقطايف واللطايف، نرجع بقى للمعلقين المصريين والدوري المصري واللاعيبة المصريين و. والله يا جماعة الدوري المصري السنة دي لا فيه مستوى لا أهلي ولا زمالك ولا فيه أي مستوى. يعني بصراحة يعني بيقدموا لنا وجبة من الضحك، وجبة من الكوميديا، وجبة من أي حاجة والله العظيم غير الكورة يعني. أي حاجة بيقدمها الدوري المصري غير الكورة بصراحة يعني. لا فنيات ولا تعليق ولا أي حاجة. حتى الاستوديو التحليلي ما تعرفش تخرج منه بحاجة. 4، 5 ساعات على الهوا ما فيش أي حاجة، ما فيش أي معلومة. ما خدناش منهم أي معلومة. الفريق ده حلو النهارده عشان كسب، الفريق ده وحش النهارده عشان خسر، بس كده الموضوع خلصان. فين الفنيات؟ فين التكتيك؟ فين اللي حصل في الملعب؟ فين التغييرات؟ فين التشكيل؟ طب ليه هو غيّر كده؟ طب ليه المدرب بيفكر في كده؟ ليه؟ فهمنا يا جماعة. أنتم والله المفروض إن أنتم أعلم منا بالكورة وأدرى منا بالكورة يعني، ففهمونا يا جماعة. فهمونا ليه المدرب ده بيعمل كده وده عمل كده، وده ليه غيّر وده ليه شال وده ليه حط. مش عارف والله، مش عارف والله أقول إيه والله. بصراحة الواحد يعني ما كانش ناوي يطلع يعمل فيديوهات على الدوري المصري تاني، بس أهو لا حين الرزق ولا شفاعة في الموت زي ما بيقولوا يعني. هو خلاص الموضوع خلصان. ما قدامناش غير الدوري المصري. فاستحملوني بقى وإحنا نستحمله ونمشّي الدنيا مع بعض يا جماعة. هو مش عارف والله، يعني على الله. على الله نلاقي حاجة بقى، ولا فنيات ولا تكتيك مثلًا ولا خطة. والله أنا بابعد عن الفنيات والتكتيك والخطة عشان ما بالاقيش حاجة بصراحة، ما بالاقيش حاجة أبني عليها والله. ما بالاقيش. يعني مثلًا عايز أقول الأهلي النهارده لعب 4، 4، 2، 4، 3، 2،
4-3-2-1 يعني أي تشكيل كده. والله كولر مارسيل كولر النهارده طلّع محمد مجدي قفشة وراح منزّل كريم فؤاد عشان يقلب الطريقة مثلًا ل4-3-3. والله طلّع شادي حسين ونزّل محمد شريف عشان مثلًا شادي حسين بطيء شوية، فنزّل محمد شريف أسرع فيغيّر شكل التكتيك. طلّع حسين الشحات مع إنه كان ماتش كويس جدًا من حسين الشحات. نفسي أقول الحاجات دي والله العظيم يا جماعة، بس صعب، صعب، صعب إن أنت تدوّر كده في الدوري المصري وتدوّر على الفنيات أو الجُمل أو التكتيك أو الحاجات اللي موجودة داخل الدوري المصري. صعب والله، صعب، صعب والله. يعني مش عارف أقول إيه، بس في النهاية قَدَر الله في عوننا. ربنا يقوينا ويقويكم، وربنا يسهّل بقى الماتشات الجاية نشوف فيه أي حاجة، أي حاجة ربنا يكرم يعني ونشوف أي حاجة من الدوري المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.